السلام عليكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من يا ابن اللعيبه. النهارده جايين بقى نتكلم على القرعه اللي لسه خلصانه من شويه في دوري الابطال وفي الكونفدراليه، ونشوف الفرق المصريه وانهي مين وقع في مجموعه الموت. هنبتدي بدوري ابطال افريقيا انها البطوله الاهم طبعا والمؤهله لكاس العالم للانديه. فهنبتدي بحامل اللقب النادي الاهلي، وقع في المجموعه الرابعه، وقع معاه شباب بلوزداد الجزائري، وقع معاه يانج افريكانز، وقع معاه فريق اسمه ميدياما. طبعا تدرج الماتشات هيبقى حلو بالنسبه للاهلي، ان هو هيبتدي باقل فرقه اللي هي ميدياما من التصنيف الرابع للثالث للثاني. فانا شايف ان الاهلي مباراته الاولى هتبقى امام ميدياما، بعد كده هيعلى بالمستوى شويه يخش على يانج افريكانز، بعد كده هيطلع يلاعب شباب بلوزداد. فهي مجموعه لحد ما في المتناول، وما فيهاش بس غير شباب بلوزداد اللي ممكن نقلق منه، بس حتى لو قلقنا منه هو اول وتاني اللي بيتاهلوا. فان شاء الله الاهلي يتاهل، وما تعبناش اعصابنا زي كل سنه. بنكسب البطوله بس بيطلع عينينا عقبال ما بنطلع من دور المجموعات. نيجي بقى البيراميدز اللي وقع في مجموعه الموت من وجهه نظري. وقع معاه سان داونز غني عن التعريف، وقع معاه تي بي مازيمبي فريق قوي جدا هيبقى مفاجاه الدوري الافريقي، وقع معاه الفريق اللي الرابع اللي اسمه نوازيبو، فانا مش عارف اسم غريب قوي الصراحه. بس المهم ان هي مجموعه الموت وبتاع ده، وسان داونز هيبقى قدام اختبار ان هو يعرف يطلع اول المجموعه هو ولا بيراميدز، ولا تي بي مازيمبي ممكن يطلع واحد منهم. بيراميدز هيبقى قدامه اختبار صعب جدا لاثبات ان هو يبقى نادي الطموح وهيعرف يبقى يوصل للليفل بتاع دوري ابطال افريقيا ويخش في دور الثمانيه، ولا هيبقى هو بس كبير الدوري المصري يقعد يناوش كده وخلاص ويلعب في الكونفدراليه. نيجي للبطوله الكونفدراليه، وان الزمالك المفروض يعني يعرف ينافس فيها كويس ويقدر. انا شايف ان هو ممكن يكسب البطوله دي بسهوله جدا لو عرف يلعب صح. يعني ما قداموش اتنين منافسين بس غير هو اتحاد العاصمه حامل اللقب ونهضه بركان المغربي، وهم اقوى فرقتين مع الزمالك. فيعني وقع في المجموعه الثانيه ومعاه كل من ساجرادا الانجولي وسوار الغيني وابو سالم من ليبيا. فانا شايف صراحه مجموعه سهله جدا لنادي الزمالك، ويقدر يرجع مستواه تاني في خلال دور المجموعات عقبال ما يعلى بالليفل ويوصل لدور الثمانيه، وساعتها نقدر نشوف الزمالك المفروض نسخه احسن من كده. فهنشوف هيعمل ايه. اما مودرن فيوتشر بقى اللي وقع في مجموعه صعبه جدا الصراحه عليه. انا شايف ان هو يعني تاني سنه يشارك افريقيا ولسه ما عندوش خبره في البطولات الافريقيه ولا الاحتكاك مع الانديه الافريقيه. فانا شايف ان هي مجموعه صعبه جدا، يعني على حد ما هيبقى كويس ان هو بيروح ملاعب الى كويسه، بيلعب في سوبر في جنوب افريقيا، وبيلعب في الجزائر، وبيلعب في ليبيا. فالملاعب هناك كويسه تقدر تساعده ان هو يقدر يلعب كوره سهله وعلى الارض اللي هو المفروض الكوره المتطوره. بس هنشوف مودرن فيوتشر وهيعمل ايه في البطوله. نقفل بقى قصه قرعه دوري الابطال والكونفدراليه ونخش بقى على خبرين عايز اتكلم فيهم بسرعه. عندنا خبر تصريحات حسام عاشور، وعندنا يعني مسلسل فتوح والتجديد مع نادي الزمالك. نبتدي بمسلسل فتوح بتاع تجديد نادي الزمالك. انا شايف الصراحه ان الجماهير واخده الموضوع على اعصابها اكتر. يا جماعه ان كان اهلي او ان كان زمالك اهدوا، هنشوف اللعيبه كلها بقى بتدور على مصلحتها الماديه في الاول، وبعد كده بيشوفوا قصه الولاء والجماهير واللعب على وتر الجماهير والكلام ده. فانا الصراحه نصيحتي لنادي الزمالك، شوف انت هتقدر تدفع كام، ما تتخطاش اللي انت هتقدر تدفعه عشان بس تقول انا قعدت فتوح وما مشيناش نجم الفرقه. حتى لو هيروح النادي الاهلي، وطبعا يعني لو جه النادي الاهلي اهلاويه كلهم هيبقوا مبسوطين وانا اولهم وكل حاجه، بس انا شايف مصلحه الفريق لازم تبقى اهم في نادي الزمالك، بالذات ان انتوا كمان بتمروا بازمه ماليه طاحنه. فما ينفعش نقعد ندي بقى لعيبه عشان نقعدها نقول لها نمضيها على عقود ب 25 و 30 مليون في السنه، وفي الاخر هلاقيه بيروح اتحاد الكوره يشتكيني. فنصيحتي خلي مصلحه الفريق اولا، حطوا يعني سقف مرتبات جديد. فحتى لو فتوح ما وافقش على السقف ده اهو، يبقى عبره لكل اللعيبه اللي جايه تجدد معاكم بعد كده، ان انتوا يا اما هتدفع المبلغ ده يا اما انت مش معانا في الزمالك، وتعرفوا فعلا مين عايز يلعب في الزمالك ومين بيلعب على اعصاب الجماهير عشان يقدر ياخد منكم اكتر فلوس. فانا شايف موضوع فتوح خد اكبر من حجمه. لعيب كبير ونجم جماهيري، والزملكاويه عايزينه عشان نجم الفرقه، والاهلاويه عايزينه عشان يبقى احسن بديل لمعلول. بس يا جماعه يعني الارقام اللي بتدفع في الدوري المصري دي الصراحه يعني صعبه جدا انها تبقى قدام الامكانيات بتاعه اللاعب المصري. فيعني احنا بندفع اكتر من اوروبا، يعني الناس دي لما بتسافر اوروبا ممكن تاخد مرتبات اقل من كده. وبالذات كمان ان احنا دوري ما فيهوش مكافآت ولا ما فيهوش، يعني اللي بيكسب بياخد كام يعني قدام المصاريف اللي بتصرف دي كلها. فبالراحه شويه كده وحطوا مصلحه الفريق اولا واخيرا. وزي ما كنت بتتريقوا على النادي الاهلي يقول لك الاهلي فوق الجميع والاهلي فوق الجميع، او شفنا حسين لبيب بيطلع يقول الزمالك فوق الجميع، ولو عايزين لعيبه من الاهلي هنعرف نجيبها واحنا رجاله ومش رجاله. كل ده لعب على وتر الجماهير، وانا شايف ان هي ملهاش اي لازمه. اكسب الانتخابات الاول، بعد كده شوف فرقتك وحافظ على اوضه اللبس، عشان ما يبقاش في لعيب بياخد 20 30 مليون في الموسم وجنبي واحد تاني بياخد 5 6. ادي طاير منكم اتنين لعيبه صغيره صراحه، يعني يوسف اسامه نبيه ولا ان كان سيف فاروق جعفر كانوا هيبقى
تقاله عند نادي الزمالك لو كنتوا استمريتوا عليهم وعرفتوا تحافظوا عليهم، بس ما عرفتوش تحافظوا عليهم عشان الارقام الغير طبيعيه اللي بتدفع في لعيبه بس عشان يبقى قعد. وانا شايف الصراحه يعني واحد زي زيزو لو ده جاله عقد احتراف ليه لا، ليه ما وديهوش بره؟ هتقول انت اهلاوي وعايز تفضي الزمالك من النجوم. يا جماعه مصلحه فريقكم، انتوا اصلا فريقكم مطحون غرامات وكل الكلام ده، فيعني هتفوقوا امتى من قصه الغرامات غير لما توقف وقفه قدام اللعيبه وتقول لهم لا انا ما فيش غير المبلغ ده اللي هقدر ادفعه، عايز تقعد معايا اهلا وسهلا، مش عايز تقعد دي الباب يفوت جمل. نيجي بقى تصريحات حسام عاشور اللي شفناها امبارح كلنا، والصراحه حسام عاشور انا من اكتر الشخصيات اللي يعني متعاطف معاها. غلط غلطه هبله جدا ما تطلعش من لعيب صغير ان هو يطلع يتكلم على رئيس النادي بتاعه وساعتها ايام تركي الشيخ ويقعد يقول انا حصل معايا كذا وكذا. الكلام ده ما تعودناش عندنا في النادي الاهلي، واتاخد ساعتها كبش فدا في قصه الخلاف ما بين الاهلي وتركي الشيخ وتم الاستغناء عنه عشان الفيديو اللي طلع عمله. فانا شايف الصراحه حسام عاشور يعني بعد كمان انه بالذات انه كمان اعتذر امبارح للكابتن محمود الخطيب وللجماهير وكل الكلام ده. طبعا غلط وكل الكلام اللي احنا عارفينه ده، بس يعني هو راجل اعتذر على الهوا، وانا شايف ان هو يستحق ان هو ممكن يرجع بيته تاني، حتى يعني ما يرجعش طبعا كلاعب بس يرجع حاجه اداريه، يرجع حاجه في الناشئين، يبقى يعني راجل ده خدم النادي الاهلي كتير. مع ان انا وهو بيلعب انا ما كنتش بحبه خالص الصراحه، اكتر لعيب ما كانش بيعرف يطلع لقدام، هو بس كان بيقطع الباصه وكان ينزل يرخم على شيكابالا، ده كان هو بالنسبه لي حسام عاشور. بس ده ما ينكرش ان هو من اهم كباتن النادي الاهلي. سلام.